فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. المدرب الحالي لفريق ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك. لقطة خطيرة مرة أخرى. جوتزو هو من رفع الكرة تضرب في العارضة بالراس لا زالت مغربية والخطورة والجول ياسين السابري. نعم يأس الشباك الأمريكية مع فؤاد السواني. الهدف الأول مشاهدينا ياسين السابري الجوليادور. ياسين السابري بذكرياتنا الدافية شهور في 2005. هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الدرب الأيسر. فعل ياسين السابري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. جابها معما، جابها والله جابها معما، حطها بلمسة الفنانين الكبار. يا سلام على الإبداع، يا سلام على الفنيات، يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيست خيالي، أسيست خيالي يا معما. أسيست ولا في الأحلام، أسيست ولا في الأحلام. نعم أسيست روعة 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 من عثمان، روعة من عثمان. الأسيست أجمل من الهدف، الأسيست أجمل من الهدف يا عثمان يا معما. يا لو من أسيست يا عثمان، خيالي وجميل يا جول كوفي. إذا هدف يحتسب، جول لفائدة المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام ساكيريس يرفع كرة ركنية من جديد وبالراس على استلام كرة على الطرف الأيمن. محاولة المرور فيها ركنية. الكورنر نعم. الزواني مشى للكرة وليس اللاعب. الزواني يمشي للكرة والركنية بسرعة. خارجة الكرة. حكم يشير إلى إذا أكد ضربة الجزاء. هو شاف بأنه كان في مسك من اللاعب علي معمر. الآن يتقدم كامبل في الشباك. الوجهة كان صحيحة لكن في نهاية المطاف هنا على اليسار. بالنسبة للشاوش 1-1. هدف جاء في وقت صعب صراحة، هدف جاء في وقت صعب جدا. يعني كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى متقدمين. معلش لازلنا في المباراة 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي. لاحظ بأن كل الأهداف التي سجلت في مرمى المنتخب المغربي كانت من ركلة الجزاء. يمشي الزواني تقدم. الزواني فتراتكم، هذه دقائقكم، هذه العرضية. الحداد هو من سينفذ. حداد يرفع كون اخذ وراد وترفع بعد ذلك بالراس. المنتخب الامريكي مقوصة بالراس الدفاعية بينما الكرة والمحاولة للجولة الثانية. عادت الكرة وناخذ بان من الاخطاء في منطقه الجفيه. محاوله المرور ولا الشباب. نبقى مع هؤلاء الشباب، نواكب هؤلاء ليقطع. والسعد الحداد في المسانده والبينيه الان والتغطيه بعد ذلك لبعولاقه من الجهه اليسرى. هذه الكره العرضيه الراسيه بعد ذلك ولكن الى خارج ارضيه الميدان. كريماتشي هنا ترفع داخل المنطقه. عاد إليكم من جديد ليقول نعم لن نتنازل عن الانتصار، لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السابير يتحدى الدفاعات الأمريكية، السابير يتحدى الدفاعات الأمريكية ويقول أنا حاضر. نعم سأكون الجوليادور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذا الصورة في كرة الجول. ياسين السابري يغارض الكل، يفاجئ الكل ليصنع التقدم مرة أخرى في الدقيقة 67. في الدقيقة 67 هذه الصورة، هذه الإعادة في كرة نعم، في كرة نعم سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة. على ماذا يحتج؟ على ماذا يناقش في لقطة نعم كان فيها الأسبقية؟ جول نعم جول. صحراوي يمرر كرة، ترفع الكرة
عالية. دائما أمريكي الآن العرضية عندك يعني من الجهة اليمنى العرضية. لاعبين ممكن متأثرين بسبب هذا المجهود. سعد مر يلا هنا يا سعد معما برافو معما برافو معما برافو معما برافو معما اللي سجل بها الخطأ. هذه الكرة على الطرف الأيسر فيها ضغط أمريكي لا محالة بينما الكرة والمراوغة على الجهة اليسرى العرضية. برافو يانس برافو يانس مغربية. ياسين جسيم فعلا ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي هذا هو الإصرار المغربي. لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة دخلوا التحدي فكانوا في الموقف.